حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر. ردت الفنانة ليلى طاهر على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تفاصيل حالتها الصحية والشائعات التي أحاطت بها حول كونها تعاني من أزمة مرضية، وذلك بعد أن كشفت الفنانة عزة لبيب تفاصيل أيضاً حول الأمر. وردت على إمكانية عودة الفنانة إلى الساحة الفنية من جديد. ليلى طاهر تكشف حقيقة أزمتها الصحية. وأوضحت ليلى طاهر في تصريحات صحفية لها إنها لا تعاني من أي مشاكل صحية في الوقت الحالي، وأن ما يتردد عن تفاصيل حالتها لا تعلم مصدره أو سبب انتشارها في هذا الوقت. وأكدت أنها تعيش بخير وسط أسرتها وترغب في الحفاظ على السلام الذي تحظى به بعيداً عن تلك الأنباء التي وصفتها بالمزعجة، قائلة: أنا بخير وصحتي كويسة الحمد لله. وتابعت ليلى طاهر: كل ما كتب عن صحتي كاذب، ولا أعلم لماذا تنشر السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية هذه الأخبار عن كبار الفنانين. واعتبرت ليلى طاهر أن البعض قد يعاني من فراغ في حياته، لذا يبدأ في إطلاق الشائعات على الفنانين من أجل جذب الاهتمام، ولكن على حساب السلام النفسي للآخرين وإزعاجهم بهذه الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الوقت ذاته تحدث عدد من المقربين للفنانة ليلى طاهر عن تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدين أنها تتواجد بالفعل في منزلها وتحضر بعض المناسبات الخاصة بعيداً عن وسائل الإعلام. ومن جهتها حرصت الفنانة عزة لبيب على الرد لنفي شائعات تدهور حالة ليلى طاهر الصحية من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مؤكدة أن وضعها الصحي جيد ومستقر. وأكدت أن ليلى طاهر تعيش حياة اجتماعية مستقرة وطبيعية مع أصدقائها وجيرتها، وتحرص على حضور بعض اجتماعات الجمعيات الخيرية المشتركة فيها، وتستمتع بوقتها مع أصدقائها بشكل مستمر. وأشارت إلى أنها لم تمر بأزمة صحية مؤخراً، ولكنها خضعت إلى عملية جراحية قبل عامين لتغير مفصل الركبة، وتحسنت حالتها الصحية بسرعة خاصة مع التزامها بممارسة المشي. وحول إمكانية تراجع ليلى طاهر عن قرار الاعتزال، نفت الفنانة عزة لبيب الأمر، مؤكدة أنها قد تجري مداخلات هاتفية في بعض البرامج، لكنها لا تفضل في الوقت الحالي الظهور أمام الجمهور، مشيرة إلى أنها تتواصل معها بشكل دائم وتسكن معها في المبنى ذاته، وتجمعها علاقة طيبة بها، موضحة أنها شعرت بالانزعاج بسبب ما يتردد عن تدهور وضعها الصحي. اعتزال ليلى طاهر وأهم أعمالها. قدمت الفنانة ليلى طاهر على مدار مشوارها الفني العديد من الأفلام والمسلسلات، وكان من أهمها مسلسل الناصر صلاح الدين، عفواً أيها القانون، الأيدي الناعمة، رمضان مبروك أبو العلمين، حمودة، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات من بينها عائلة شلش، يا ورد مين يشتريك، زواج بدون إزعاج، والباب في الباب. وأعلنت ليلى طاهر اعتزالها بعد عام 2011، وذلك بعد أن أوضحت أن الأعمال التي عرضت عليها خلال هذه الفترة كانت دون المستوى، ولا تريد أن تظهر دون جديد في عالم الفن، فضلاً عن عدم شعورها بالحماس للمشاركة في أي من الأعمال التي عرضت عليها، لذا قررت الاكتفاء بما قدمته
في مشوارها الفني، خاصة أنها تشعر بالرضا عنه. وكان آخر أعمال ليلى طاهر مسلسل الباب في الباب، والذي شارك في بطولته الفنان شريف سلامة وأحمد خليل وشريف إسماعيل. وحصدت ليلى طاهر مؤخرا عدد من الجوائز رغم ابتعادها عن الساحة الفنية، والتي كان آخرها جائزة الدرع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي في فبراير